السلام عليكم. طبعا النهارده يا جماعه طلع اتكلم معاكم بمناسبه ان 1 اكتوبر خلاص فاضل له 3 ايام، والمفروض يتم وقف قطر ابو قير ويتم التنفيذ في مشروع مترو الاسكندريه. طبعا الايام اللي فاتت دي كلها نزلنا اخبار وقنوات كتير نزلت فيديوهات بسبب التوقيع اللي حصل واللوحات المعدنيه بتاعت مترو ابو قير اللي هي ورشه شركه النحاس. كل ده عملناه على القناه، وكله مستني 1 اكتوبر ان شاء الله ان القطر يقف. فانا يا جماعه الصراحه يعني مش باكد عليكم ان القطر هيقف، انا مستني برضو اي جديد 1 اكتوبر واقول لحضراتكم ان شاء الله. فانا يا جماعه عملت الفيديو ده عشان في ناس بتقول لي انتوا بتعملوا فيديوهات كتير وكدابين احنا يا جماعه اخبار بتنزل، فاحنا بننزلها على قنواتنا لحضراتكم عشان تعرفوا كل جديد وكل الاخبار اللي بتحصل عن مشروع مترو الاسكندريه. فمعنى كده برضو لو القطر ما وقفش في يوم 1 اكتوبر اللي هو فاضل له 3 ايام ده والقطر ما وقفش، مش معنى كده ان مفيش مترو. لا، في مترو ان شاء الله. ما احنا شفنا اللوحات المعدنيه والازالات اللي في شركه النحاس، يعني ده يبين لك اللي فيه مترو اكيد باذن الله. فهنشوف برضو 1 اكتوبر لو وقف هقول لحضراتكم واعمل فيديو ان شاء الله، اعمل فيديو واقول لحضراتكم القطر وقف. ما وقفش هيبقى في تاجيلات ممكن عشان المدارس، الله اعلم، فهنشوف برضو. فمعنى انه ما وقفش في 1 اكتوبر يبقى مفيش مترو؟ لا، في مترو، بس امتى التنفيذ فيه وامتى القطر هيقف لسه برضو لحد وقتنا هذا يعني مش متاكدين 100% ان القطر هيقف يوم واحد. الصراحه انا ما ينفعش اكد عليكم واقول لكم القطر خلاص هيقف وكده، لا. فخلينا نشوف برضو 1 اكتوبر ايه اللي هيحصل، وان شاء الله اي جديد اقول لحضراتكم. واحنا يا جماعه كقنوات على اليوتيوب يعني بنعرض لحضراتكم اللي بيحصل. يعني تم ازاله شركه النحاس، صورنا لحضراتكم شركه النحاس وبيتم ازالتها، وقلنا لكم شركه النحاس بيتم ازالتها عشان هنا تبقى ورشه مترو اسكندريه وكده. الكلام ده من سنه. ورجع تم تعليق اللوح المعدنيه، تركيب اللوح المعدنيه في ارض شركه النحاس لورشه المترو الاسكندريه. برضك عملنا فيديو وقلنا لحضراتكم ان اليافطه يا جماعه ورشه مترو الاسكندريه هنا يعني كل اي حاجه عن تخص مشروع مترو الاسكندريه بنقولها لحضراتكم. بس يا جماعه فان شاء الله ربنا يقدم فيه الخير، وان شاء الله اي جديد اقوله لحضراتكم. فيا ريت بقى اللايك، ولو حضرتك مش مشترك في القناه يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. سلام، ونشوف حضراتكم على خير.